مرحبا كروان. كالعادة نسلم على بعض وكأننا ما كنا نسولف يعني مثل كل يوم. مساء ولو الخير. أنا هالمرة مساء الخيرات، هالمرة جديات هسه أنا شفتك وما لا هسه سولفنا هواي. يعني أمم. شوية مشاكل تقنية. والله هي مشاكل تقنية وأكثر أهمية أيضا بصراحة. يعني يا رب تمشي الأمور سلام. تمشي آه، تمشي. تمشي ماكو شي يبقى. أه. ما أدري إذا البث موجود بالجو لو لا، ما أدري يعني مدى أشوف ها، البث موجود حاليا. هسه بدأت الناس تدخل، هسه نشوف الأشياء شنو الوضع. إيه، شنو الأخبار يمك بالدوام؟ والله يعني تعب وأشياء أخرى. هو المشروع المفروض ايش قد يطول؟ خلينا نحول على الكهرباء اليوم. جبت تحسب لي. تدري ليش؟ تدري ليش محول على الكهرباء اليوم؟ لان انا إيه كل شيء ما شايف اليوم، كل شيء ما محضر يعني. هسه واني جاي ادخل البيت كل برومو شفت من عنده نص حلقه حتى افتهم السالفه يعني. نص يعني قصدي نص برومو. هو راح نسولف على الاشياء، يعني انت هم غريب عليها. يعني بعض هي الاشياء اكيد انت يعني انت قدرت تعرف. اشوف يعني انت تعرف يعني اليوم راح اغلطها براسك بصراحه يعني. يا حبيبي صدق كذي. حتى انا مقدم برامج يعني. ماكو اي مشكله. اليوم نلعب لعبه ثانيه. ما اوكي. اعرف اذا انضموا لنا اصدقائنا اوكي او لا، موجودين ولا راح بعض. نسوي مشاركه بالبث على صفحتي. امم. عفوا. صح. اليوم 8 اعمال ها. اول واحد دخل اول نشيط علي فلاح علي يقول مستاقين فلاح حبيبي وياسر، الدكتور. مساء الخير عليكم. على ياسر المواظب. حبيبي يا سوري. عليكم السلام، سعد الله مساك يا روحي. احنا بصراحة يعني كلش احب كل الاخوة، بس انا شوية اتفائل بشروط. مع العلم اليوم اشهد انا بعركة من هاي الزينة. ليش يا ستار؟ لازم نتعارك انا بشروط. ها كل الزين. هذا اي يعني عرق صحي، عرق صحي. لا كل الزين يعني. ايوه العرق. لا نبرة شوية نضحك وعادي نسولف طبيعي الموضوع يعني. انت حرص زايد علينا شوية. يلا ماكو اي مشكله. احنا بالنسبه لنا نبلش. احنا هسه انضموا لنا ستة او نبلش بس سبع خل اعتذر من اصدقاء. الناس يعني. الناس ينتظرون عندنا نقول نسولف وياهم يعني نكون شايفين. فانا اعذروني يا شباب، عندي ظرف شويه يخص احد اصدقائي شويه. عنده ظرف هم يا ريت تدعوا له. ف يا رب يعني ما شايف يسمع. اليوم زين، فاعذروني يعني جزء. يعني صعب، مو عذر هو، بس بصراحه يعني هو اليوم تقريبا اخر يوم لنا لحد ما نفتهم سالفته شنو لا ان وضعها. شاء الله خير، ان شاء الله خير، ان شاء ان الله. شاء الله يا رب. احنا اخوتنا عنده ازمه شويه، فدعوا له يا رب يفرج عليه بجاه يا محمد رب وال يا رب محمد. يا رب. ان شاء الله يا رب. خلينا نبدي بعمل لا على راس ولا على رجلين، ولا بدا يتعاملون وياه بتكتم شديد. حتى البروموشن ما مسوين بروموشن، مسوين مجرد يعني مشهد انيميشن. اللي هو تيزر مال حتى مقطع شفته. طاش يعني مسوين تيزر، وتيزر خاص جدا انيميشن. لحد الان يعني هم هيئه الترفيه، هو انتاج هيئه الترفيه والام بي سي يعني مشاهد. متكتمين عليه تكتم شديد. يعني كل اللي معروف انه رجعوا، يعني رجعوا البعض عبد الله سدحان وناصر القصبي بعد 10 سنوات غياب. يعني بعد دخل المعلم الكبير استاذ ناصر دخل على الخط يعني يقول حبيبي خوش خوش تيزر. تيزر، اي والله فعلا خوش هو تيزر. خوش تيزر وش اسمه. لا مو هاي خوش تيزر غير سالفه، بس يلا ما يخالف. اي. اعتقد بديت القف. لها علاقه بذاك الرجال؟ يعني الى حد ما يعني. اوكي. استاذ محمد طه حبيبي، مساء مساء الخير الخيرات حبيبي. حبيبي محمود. محمود بانتظارك طه. راح اشوفك الايام الجايه ان شاء الله. قلبي. عبد الله سدحان وناصر القصبي 18 جزء من طاش مطاش. طبعا طاش صح. مطاش يعني احد اهم الاعمال السعوديه، ان لم يكن الاهم، يعني الاكثر انتشارا. هو اكيد سكتشات، يعني الكل يعرف انه هو نظام سكتشات. وحقق انتشار جدا كبير، وكان هو السبب الاول والرئيسي بنجوميه ناصر القصبي وعبد الله صح. سدحان. كل ما اشتغل ناصر القصبي ما بعد طاش ما طاش اكيد كانت اعمال ناجحه، لكن هي بيست اون طاش ما طاش. يعني هي كل نجوميته
صنعتها طاش مطاش. الجزء ال 18 هم وقفوا عنه قبل 10 سنوات تقريبا، وراها صار اكو انفصال وخلاف بين السنين. هي كلها مسويه بوتوكس استاذ ناصر، هي ظلت عليه. انا ما مسوي روعه. لا احنا شو علينا، احنا متفقنا، احنا مو لا لنا علاقه ولا احنا لا كاشخاص يعني كاشخاص. متفرج ما يسوي بوتوكس. حقك. اي. فهالمره رجعوا سوا، واعتقد راح نشوف شيء مهم ومختلف، لان هيئه الترفيه نازله بثقل كبير جدا، يعني دي يصرفون صرف مهم. يعني كاروان اسف، هو تتوقع اكو تكتم على العوده لو بعدهم ما مكملين ومو جاهزين؟ ممكن اجى هذا القرار متاخر. يعني هسه هو مو بس هيك، هم اصلا لا عالنين منو الكاتب، لا عالنين منو المؤلف، لا عالنين منو الابطال اللي موجودين بيه، ما حد يعرف. يعني كل اللي معروف انه عبد الله سدحان وناصر القصبي فقط. منو الاشخاص اللي ناصر موجودين؟ ما لن يصعد انا مكان اليوم، ما انه انا اليوم كسولي. شوف شنو امكانيات حتى ندز لك الرابط هسه على السريع وتصعد ويانا اليوم احنا تنورنا. نتشرف، بس اعتقد هو مشغول. والله يعني اليوم شنو من الايام؟ اليوم احد، لو اثنين، اثنين. لا اليوم اثنين، يوم دوام عندهم، يعني لازم لو سبت لو احد نرتب لها، مو هيك يعني. بلكي شوف بلكي يكون عنده. شايف طاش ما طاش ما معقوله، يعني ما يعني هي يعني واحد من اهم الاعمال. لا مستحيل، يعني انا ما جاي احكي عن بس 16 18، يعني انا هو تيزر كلش صغير اي وعندي معلومات عنه، بس قصدي انه يعني بصوره عامه انا محضر. يعني مثلا اكو كم واحد شفتين زينات، يعني وانا بالطريق وانا بالسيارة صراحه اسوق واشوف احاول اعيد، اكو بينا عيد مرتين، بس من وصلت البيت اخر اثنين، مع العلم اكو واحد كلش عجبني، يعني اثنين كلش عجبني، واحد سوري حتى مو متذكر الاسماء بصراحه. سفر برلك لو لا الثاني مربى العز، مربى مربى العز. مربى العز. واكو واحد خليجي بس ب حرب. هو سفر برلك ذاك السعودي، عمل سعودي اي ايضا، يعني مصروف عليه، بصراحه مصروف عليه يعني صرف فاجئني. خطير يعني. استاذ حتى لا جاي السوق عادي، يعني افتح الموبايل وعوف على صف، هذا مو عذر ما نقبل منك. لا حبيبي، خلي على راحته، لا على العموم لا ما انا خلينا بالعاده ما نرجع. رز ضغوطي. فهذا عمل اعتقد راح يكون هو نفس المود، لكن يعني نفس الثيم، لكن يختلف بطريقه التصوير، اكيد راح يختلف بالتقنيات اكيد، لان هذا مصروف عليه صرف مهم، وبعد 10 سنوات غياب يعيدون، فراح يطلع في شيء مهم وغريب. سفر برلك ما طول تقول عليه عمل مهم، اذا هو اكيد مهم، واكيد لك يد بيه، بس انت ما تريد تحكي. اي والله انا اتوقع يعني بصراحه شفته غير، يعني خلانا يعني اعيده مرتين. عمل مهم بصراحه. يعني ما طول بدينا طبينا بيه، خلينا نحكي بيه. طبعا هو الاخراج الليث يلا حجو، يعني الليث اوف. حجو. اي الليث حجو، هذا هذا هو ثاني عنده عمل، عمل سابق هذا ثاني كان عمل عمل. هذا رمضان، اي ثاني عمل له بهذا رمضان. والظاهر والسيناريو، هذا الاهم. اي والسيناريو عمر علي. طبعا بي عابد الفهد وديمة جندي وفادي صبيح وانس طياره وهوايه، يعني عدد كبير من الممثلين. هذا حسب، بس انا عابد فهد ما شفته. يا دخلتهم المشاكل. خير ان شاء الله، هلا بيها. بالنسبه لياسر يقول شو ما حد يتكلم عن جعفر العمده. ياسر انت وين كنت بيا سفره؟ حكينا عن جعفر حكينا العمده، باول حلقه لو بالثانيه؟ اعتقد بالاولى سولفنا عليه، لانه محمد رمضان نمبر 1، فيعني حكينا عليه بالحلقه الاولى. هو العمل. بس علي فلاح يقول اعتقد انه هذا العمل السعودي مال سفر لك مو سفر لك، ردا على العمل التركي كوت العماره. ما عندي للاسف العمل التركي ما شايفه، فما اقدر اقول شيء رد على شيء. بس هو بصوره عامه هيئه الترفيه بالسعوديه بلشت تريد تطلع بنتاجاتها، وتطلع بدراماها وافلامها وسينماها الى مستويات مهمه، باعمال ملحميه مصروف عليها صرف مهم، ومنو غيرهم يقدر يصرف بالمنطقه حاليا، يعني هم اكثر الناس اللي ممكن يصرفون. اعتقد هذا العمل اذا هو ليث حجو مش يعني مخرج مهم. طبعا هو هذا قلنا هذا ثاني عمل له هاي السنه، بعد مسلسل رسالة الإمام
مال خالد نبوي، يعني راح يكون عنده عملين هذه السنه اللي يتحجوا. وراح نشوف يعني عمر بس هو علي. ما مصور يعني منطقة عربية. من هو المسلسل؟ ما اعرف اي. والله بالضبط وين متصور. انا يعني اعتقد اكو بعض الاشياء منها متصوره بمناطق عربيه، وبعض الاشياء الثانيه في دول اخرى، يعني ما ادري بالضبط وين. الكاتب همينه احد مخرجي بقعة ضوء، يعني هو كاتب سوري شاب من مواليد 92، يعني عمرو علي. واحد من يعني هو مخرج اصلا، يعني هو عنده هواية اعمال كمخرج وكمخرج مساعد وكمخرج منفذ. والاعمال اللي هي من تأليفه يعني مو كل الشهيرة، عدا مسلسل يعني والله كلهن اعمال يعني ما انا بصراحه ما شايفهن. ازمه حب، انعاش، الزياره، اليقظه، الغيبوبه، يعني ما ادري بالضبط بس لا بس لا، لحظة هاي سيكونس. شنو؟ انعاش وغيبوبة. عيد الاسماء مرة ثانية مال الاعمال. ازمه حب، انعاش، اليقظه، انعاش. الغيبوبه. اليقظة. اليقظه فيلم اذا قصير، الغيبوبه ايضا اذا فيلم اخر قصير، ثلاثة كان نفس الكونسبت يعني. وانعاش ايضا فيلم قصير، كلهم كلهن صاروا افلام المستشفى. قصيره، كلهن كلهم افلام مستشفى قصيره. يعني. اي. وهذا صاحبي عنده مستشفى وجاي يصور له شيء اعلان. فالمهم هو بس العمل ليش لا حلو. يا رب يطلع فيه حلو. العمل حلو يعني من التريلر كلش حلو. العمل مصروف عليه زين. القصة أيضا هي قصة مهمة، دا يحكي على فترة الحكم العثماني والقوامر اللي صدرت أو الفرمان اللي صدر لدخول الخدمة الإلزامية بذيك الفترة، وتأثيرها على بعض الأشخاص اللي موجودين عايشين بالمنطقة العربية. فأعتقد راح نشوف فد شيء مهم ومختلف. أنا بصراحة ما شفت عابد الفهد بالتريلر ولا شفته بالبوستر، بس هو اسمه مذكور يعني ضمن الفيلموغراف، وكاتبين انه حتى. بالمقام انا اكتشفت السالفه مرات عندهم سوالف شوي مو دقيقه. على العموم هم كاتبين حتى اسمه جمال باشا السفاح، يعني ده يحكي على او يجوز دور بسيط اذا ما طلع بالتريلر. يعني على العموم العمل زين ومهم، واني راح اشوفه. يعني حتى الصوره بيه فد شيء، واحد من اجمل الصور اللي موجوده، واحد من اجمل اللقطات يعني ومود الصور اللي موجود بدراما رمضان لهاي السنه. والله حبيته. واكو بعد عمل سوري اي. مربى اسمها العز. حبيت الكاميرا بي مربى اي العز. حبيت مربى العز، مربى الشكل بي العز. التفاصيل. يعني يعني حتى انا بالتصوير الخارجي اذا شفت هاي اللقطه لما يسلمها حطب او شيء الفليرات مال الشمس بالعمق. حبيتها اي بصراحه. طبعا هي المخرجه هنا رشا شربتشي. اه. يعني رشا واحدة من يعني هي وأبوها هشام شربتشي، يعني واحدة من المخرجين السوريين المهمين. وطبعا عندنا هنا عباس النوري وسوزان نجم الدين وأمل عرفة ومحمد نصر ونادين خوري، يعني كم مجموعة ممثلين سوريين من الخط الأول خلينا نقول. بلس هو البطل، بطل العمل اعتقد اسمه مشعل اذا محمود نصر، العفو محمود نصر. شخصيته مشعل كانت اللي كان الممثل بدفعة بيروت. انا هذا واحد من الممثلين اللي كان ماخذ شخصية لبناني كويتي، امه كويتية اذا تتذكر بالعمل. يخبل. واحد من الممثلين يخبل. المهمين يعني محمود نصر. واعتقد هنا هم راح يكون شغله واداءه حلو. العمل ده يحكي فتره هم نفس الفتره، هم فتره العثمانيه. هسه احنا تقريبا امام 3-4 اعمال ده تحكي بنفس الفتره، يعني مربى العز، وكان العمل مال باسم ياخور كان اللي حكينا به الحلقه اللي فاتت، هم كان ده يحكي بنفس المنطقه. وسفر برلك هذا ده يحكي بنفس المنطقه. الزند ايضا هو هم يعني مو بعيد على هذا يعني هي انا اسميها اعمال مشتقه من باب الحاره لكن بكواليتي اعلى. فراح نشوف شيء حلو يعني. هذا هم انا اعتقد عمل يستحق المشاهده، يعني الممثلين اللي بيه يعني والكادر شوف اللي بيه. اكو اعمال هوايه يحتاج يشوفها بعد رمضان يعني. شوفوا احنا يعني انا افضل الاشياء المتشابهه. انا شخصيا ايش اسوي؟ الاعمال المتشابهه اشوف الحلقات الاولى،
واشوف ياهو اللي يجذبني اكمل وياه والباقي اضمه ورا رمضان. يعني عاده هذا انا عندي مشكله، صعب اعوف عمل من اشوفه، لذلك راح ارشح الاشياء اللي احس بيها تمرين، اي الاشياء اللي احس بيها. احب شغل المخرجين، مرات اشوف عمل بصراحه عمل ممثل يعني. إي طبعا انا هسه هذا يعني مثلا مربع العز راح السوق اشوفه على الكانتو انا ممكن اشوفه على مود شو اسمه، امير كرارة مثلا، حتى لو طلع مو حلو بصراحه كامله. زين. يعني اسف. لا ولا يهمك. زين انا ترى بدأ اشوف التعليقات، فاذا تقرا تعليقاته احد نبهني اذا اكو فد شيء. من حكينا على شو اسمه مكان التصوير، الاستاذ ناصر يقول اعتقد بتونس. اما عاده كالعاده زينب المشاكسه تقول لا مو حلو التريلر، الوحيد بالموضوع حلو هو عابد الفهد، اللي انا بصراحه ما احبه يعني، لا بالتمثيل انا بصراحه يعني، هو ادري ممثل مهم بس ما احب. عابد الفهد وين موجود؟ ما موجود عابد الفهد. يقول انا شفته بالاعلان. وين؟ زين. بسفر برلك لو بسفر برلك بغير شيء. ايه. علي فلاح يقول شفت البرومو، عمل قوي انتاجيا وعمل مشترك خليجي سوري مصري يتحدث عن نهايه الحقبه العثمانيه ودخول البريطانيين المنطقه. دكتور علي تحياتي يقول يسلم علي. وزينب تقول اكو ناس صعب تخلي المسلسلات تتراكم عليهم، وصعب يشوفون مسلسل بايس، يعني مشاكس عادي. يلا نحول على مثلا لميس وجمعه. لميس وجمعه الكتاب اعتقد حسين، ما انا شفته اكثر من مره، شفته يعني مو اليوم، من اول ما نزل. اي النص هو حسين النجار مو تمام. والاخراج جمال عبد الجاسم. صحيح. ميس قمر هم نفس نظام السكتشات، يعني هو من مود بقية الأعمال الاسكتشاوية اللي موجودة في رمضان وخارج رمضان. ميس قمر وعبد الرحمن المرشدي. العمل متصور كله بأربيل حسب ما يعني عندي معلومة، ويعني متصور من زمان مو هسه على فكرة. بالضبط متصور من زمان. وهاي آسف كروان يعني كلش حاجتي إذا عصام العباس اللي أخطأ هاي الخطوة أنه أنتج عمل وفكر يبيعه يعني. يعني شوف هي فكرة مهمة وفكرة زينة، بس يعني لو صارف فلوسه على أشياء، على عمل سيكونسيف يعني على عمل مو سكتشات، كان أفضل. يعني هذا وجهة نظري، أنا ما أدري يعني شوف خلينا علي فلاح عنده رأي أنا أمضي وياه. يقول عبد الرحمن ممثل العفو كوبي بس الاعمال ما بي شيء جديد. هو هذا الشيء راح اقوله اصلا. يعني عبد الرحمن المرشدي كان من الممكن ان يعني هو عبد الرحمن المرشدي عازف قانون كان اصلا بالتسعينات. واتيحت له فرصه بالمسرحيه مالت اللي مثل بها الله يرحمه يونس شلبي، كان عنده دور بسيط. بعدين شويه يعني طلعت ظهرت موهبته وبدا يشتغل، لكن هو يعني ستيلوتايب يعني يعني نفس الكاركتر يتكرر بكل مكان. يجوز انت شوف زينب تعليق زينب والتقيس تقول انا مو مشاكل حبابه فوقها. تقول لميس وجمعه شفت التايتل مالته كان عباره عن سكتشات مال يوتيوب، ما كان مسلسل كوميدي، مقالب سكتشات. الدنيا عزيزه وبنتها على اليوتيوب احلى. هذا رايك محترم. بالنهايه راح اسوي منشن الدنيا وخلي نشوف راي دنيا عزيز. لا يعني شوف يعني باختصار عبد الرحمن انا اتوقعه شاطر، بس يراد ورق زين ومخرج مغاير، مخرج يسيطر عليه، مو مخرج يقول له هاك الورق وشوفه بيوم التصوير ويقول اكشن وما له علاقه بالسالفه. مع احترام يعني انا ما جاي اقصد بهذا العمل، بس انا جاي اتوقع يعني هيك يعني. فيراد له يعني هواي ناس انا اشوفهم زينين ممثلين، هم كلش نشوفهم نمطيين وكلش كذا، فاتمنى تجيهم فرصه ويا مخرج يعرف ادواته بشكل زين ويعرف يطلع منهم اشياء ويطلع من الكاركتر اللي هم بيه. اكو شغله مثل ما اكو ممثل، مره اشتغل ويا واحد بعمل وكان لازق بشخصيه وهو قفل عليه الى ان طلع من الشخصيه وخلاه بغير كاركتر. انا هنا متاكد هم مراجع هذا الشخص. كاتب غني ورادود بيمثل. عصام انت يجوز يعني هم انا مار بهذا الموضوع.
نجومنا يعني بين قوسين، يعني الفنانين اللي هم يصنفون على انهم نجوم، كلش صعب السيطرة عليهم داخل السيت، كلش صعب والله سهل. يعني مو كلهم مو انا واعتقد اقول لك الفكره وين. الفكره انه انا ليش اسيطر عليه داخل السيس؟ انا اتفق وياه من البدايه، يا ابي انا هذا عندي ورق وشايفك بيه، بس اني اريد اطلع وياك بشكل مختلف، شكل احلى، شكل يكون مغاير، خلي الناس تشوفك بطريقه مختلفه، قد مقدم كوميديا يعني مختلفه عن الاشياء اللي تقدمها، خلي الناس تحبك بكاركتر ثاني. فماكو ممثل يجي ورق حلو ومخرج فاهم وعارف هو وين رايح، ويشوف مخرج انه هو عارف ادواته وراح يقول لا غصب عنك اسوي الاريده. لا بالعكس والله العظيم، اغلب الممثلين لما يجي يعني هسه ما تدعي تقول دعايه، احد الاعمال ممثل كوميدي اجى بعمل فجاي يمثل، يعني هو الوحيد اللي ما كان طاوله بهذا العمل، كلهم كانوا طاوله بس هو ما كان طاوله، عنده حلقه واحده قال له تعال لا تمثل، لا تسوي الاشياء القديمه، احنا ما جايبينك لانك ممثل كوميدي، احنا جايبينك لان انت ممثل جيد، احنا نشتغل بهذا الستايل، كم صوره والى ان هذا المخرج طلع منه اللي يريده. اجى هذا الممثل قسما بالله باسه قال لا انا اشكرك، صار له هواي ما ممثل، قال لي ليش انت مستمر؟ قال لا انا ما تستمثل، تسوي نفس الاشياء تنقولها مثل ما احنا كنا نسويها بالعاده، انت هسه خليتنا امثل، خليتنا اشتغل صح، شكرا لك. هسه ما تقول يا عمل حتى محمد تقول لي دعايه زين. فاخويا والله العظيم الممثلين اللي عندنا من يجيهم احد ويقعدوا وياهم لقدام ويسوي طاوله ويفهمهم انه هو حتى هم يشوفونه انه هو واثق من ادواته، يا بهاي التفاصيل اكيد راح يعني يصير يا زين. مع العلم صراحه هاي المشكله واجهها غسان عبد الله بمسلسل كادوس، فلان وفلان وفلان من الممثلين كانوا كوميديين زين، هواي رادوا يكومكون وصارت مشاكل، واجى نبيل طه، ونبيل طه صراحه وقف صف المخرج قال لا لا تكومكون شخصيتكم ما رايحه بهذا الاتجاه، وهو جاي يحكي صح. يعني تقريبا اعتقد وقف التصوير او راد وقف التصوير، وبعدين نبيل طه ساند المخرج اللي هو غسان عبد الله، ومشى الامر مثل ما كان. الوحيد اللي كان كلش ملتزم وابتعد عن الكوميديا بهذا العمل، مع العلم هو انسان كوميدي جدا، هو نزار طه نزار طه نزار، عقد عدان الطاهات والنزارات يعني. لا بس يعني نزار علوان، سوري نزار علوان، انا نزار علوان. ما ردت اقاطعك، بس خلي يعني شوف، اذا انت صاحب العمل كمخرج او كاتب او منتج، وانت اللي مقدمه وانت اللي محصل عليه الدعم ومحصل عليه البروجكت، خلينا نقول على عمل مو على ممثل، ذاك الوقت اللي كل اللي قلته صحيح. بس لحظه خلنا اغمض، اكو تعليق لعلي فلاح، ما تحاول تقرا شوي؟ قريته وغلست. علي فلاح انا اشكرك يعني، بس هذا الحكي يعني انت ما تعرف علي فلاح جديات، انه هاي الدردشه البسيطه الخفيفه اللي احنا ما جاي ناذي الناس، ما تتخيل ايش قد جاي تليفونات الاصدقائنا انه ايش قد ناس تحكي علينا وذولا مو اصحاب انجاز وذولا كذا وذولا يعني طلعونا اسوء الناس. يا عمي احنا لا اصحاب انجاز ولا عاملين بالوسط، والله احنا جايين ندردش يعني، رغم اليوم عنده ضغط الله وحده يعلم به شنو هو. يعني واحد من اصدقاء بمأزم، يعني مساء واحد يقول الف سلامه له، هو مو مريض، هو بازمه كبيره، وهذا اخ مو صديق. فيعني رغم هذا انا جاي احاول اكون ملتزما علنا، يعني حتى كاروان بالتسعة وثلاث دقائق كتب لي ها اعتذر، بس يعني احتراما لكم ان اعرف انه قناه الاعلان احترموا الناس اللي يعني وثقوا بينا، فانا اجيت ويعني اجوز وجه مبين علي، جاي احاول اضحك وامشي الموضوع، بس الله يشهد ايش قد اكو غصه بداخلي، لان هذا الانسان كلش محترم وما يستاهل اللي هو به حاليا. ف ارجع ونقول لا احد يزعل من عندنا. وعلى فكره اهم الحق يقال، هواي ناس محترمين فنانين ومخرجين وممثلين ايضا ساندونا ويخابرونا ويقولون عاش تديكم، يقول ملاحظاتهم المهمه اكيد يعني. ما نلحق ندخل على البث مرات او نكون طالعين، بس انتم زين تسوون لما خليتوا البث انه موجود يبقى، فاحنا يعني بعدين نشوفه. وطبعا تعرفون انتم كل زين اكو ناس يطبون يتفرجون وحتى ما يعلقون لاسباب او لاخرى ما يجون يزعلون احد، وناس محققه. بس يا اخوان احنا والله العظيم لا جايين ننتقد ولا نقاد ولا فارضين انفسنا، احنا جايين نسولف، بس ننكر ونسولف، قلنا نشارككم سوالفنا.
يعني احنا هذا العاده كنا نسوي. والله انا يعني مستعد انزل تصويت اذا يريدون ما نكمل اوكي، يعني هو ما مجبورين، يعني خلي يسوون انفولو بلوك اي شيء يعني. اي لا، اللي خلينا نرجع، ها خلينا نرجع جدي عصام. خل اقول سالفه، يقول كافي صعب صار لك نسوي ساعتين تصويت. تحكي يا اخوي، بس هاي دحيت خالد، هواي. يلا تفضل. اللي المخرج او المنتج اللي يقول مالكم تحكون عن عمل يدخل لك او يدخل لك، ما عنده مشكله، متفقين؟ لا ما عندي مشكله، ما عندي اشكال هذا بالعكس. نداء. اي اي مخرج او منتج يقول اني ما لكم تحكون عن عملي، يدز رساله، بكل انا حب. ما عندي مشكله، ما اجيب طارع عمله، عمي لا بالنهايه يدزلنا، ما لا يدزلنا، لا يدزلنا، يعني دز لاي ناس من معارفنا يكتب بوست يحكي علينا بيقول ليك قد يحجون واحنا حاضرين. ما عندنا مشكله. إيه لا اذا بالعكس. كلام اي اي بس خليني اكمل لك فكرتي على الموضوع. يقول لك بس اللي مسودن معي اي وسالفته. اي الفكره وين؟ انت قلت لك اذا انت صاحب العمل كمنتج او كمخرج او كمؤلف، وانت تدور على ابطال لعملك، ذاك الوقت كل اللي تفضلت به صحيح، انه انت تختار النجم اللي تريده، تجي تغير من الادوات اللي بيه، تجي تصنع الكاركتر اللي انت يعجبك. ممكن بعض الاحيان مثل ما صار هسه ويا مهدي طالب جايب ممثلين حاطهم في مكانات انا اعتقد اول مره راح نشوفهم بيها، يعني حاطهم راسم على الاقل من اللي شفناه من البرومو. هسه احنا ما نريد هم نسبق الاحداث. من الفقرات اللي هو راسمها هي يعني شخصيات انا ما شايف مثلها قبل للممثل نفسه، وهذا فد شيء زين. اللي تفضلت به صحيح اذا المخرج او المنتج او المؤلف هو صاحب العمل، لكن احنا تدري يعني بوسطنا هذا الشيء مو دائما، خصوصا بالاعمال الكوميديه. هذا العمل عمل به ميس قمر وعبد الرحمن مرشدي، جابوا ميس قمر جابوا عبد الرحمن مرشدي، يلا يا الكاتب اكتب لهم، يلا تعالي المخرج اخرج لهم. فبالحاله لا المخرج هو صاحب خيار حقيقي بصنع الكاركترات وبالتعب على الشغل، ولا المؤلف. نفس الشيء بالاعمال الاخرى اللي تصير لنجوم الكوميديا الاخرين، هو مو عمل كوميدي، هو عمل لفلان الفلاني، هو عمل لفلان الفلاني، مسلسل فلان وعمل فلان. هذا اللي يخلق هذا الارباك. على العموم انا اتمنى نلقى شيء جديد، لكن هي الكوميديا، كوميديا عبد الرحمن المرشدي، كوميديا الاغاني واللعب على المفردات وتحويل الاغنيه من عربي الى انجليزي او من انجليزي الى عربي، يعني صارت جزء كانت تضحك قبل 15 سنه، بس هسه ما تضحك. يعني حتى نكون منصفين هذا الشيء ما راح يضحك. ميس قمر بالفتره الاخيره انطلقت انطلاقه مهمه جدا. يعني ميس قمر انا يعني اهم، بل هي يعني كوميديانه رقم واحد يعني الممثله الانثى الكوميديه رقم واحد بالساحه العراقيه. يعني اللي صعد التعامل وياها مره على مود شيء انساني، يعني والله كان فن انساني، يعني ما تتخيل هاي انسانه ايش قد محترمه وايش قد مهذبه بصراحه. أنا للاسف ما متعامل وياها شخصيا، لكن عندي هذا الباك جراوند مهذبه عليها. ومحترمه هي جدا، انسانه رغم انه محترمه العمل جدا. كان هو صح فني، بس انسان لا بي اجور لا بي كذا، يعني سوت الاشياء عصام انترنت اللي طلبتها منها هاي الجهه. اعتقد فقدنا عصام، ننتظر يرجع لنا. اي جاء اتصال يا ولا يهمك، ولا يهمك بالغلط. ولا يهمك. اي فقصدي ميس قمر هي نازل لها هالسنه عملين، يعني نازل لها عملين خليجيات، واحد اسمه الفنطاس، والعمل الثاني ما اعرف يعني على اي قنوات تحديدا، انا ما قلبت، بس بالمصادفه صار قدامي العملين. فهي يعني واحد اسمه الفنطاس والعمل الثاني اسمه لعبه السعاده. عملين كويتيات اكيد على اعتبار هي مستقره بالكويت. عدا هذا كنت اتمنى انه تكون عوده ميس قمر للدراما العراقيه من باب اوسع شويه. يا رب يكون العمل زين وناجح. بالنسبه للتعليقات مال الشباب، علي علواني يقول بما ان المشكله بالناس مقترح قناه الشرقيه او ام بي سي العراق او اي شركه انتاج تعلن عن حاجتها الكتاب نص، وتختار الاكثر ما هو تدخلهم ورشه الى اخره، وتوقعهم عقود حتى تستفاد والكتاب تستفاد وتفيد الحركه الفنيه بالعراق. شوف راح اقول سالفه،
يجوز انا غلطان، ما ادري اقول لك يا بس اكو هواي جهات ما تتعامل الا ويا فلان تحديدا لسبب او لاخر، ما نقول نقولها من الاسباب. واتوقع اكو جهات ثانيه اصلا يعني غايتها هو تسقيط العمل الفني بالعراق. هسه يجوز انا هم غلطان ويجوز انا سيء الظن، بس بالنهايه هاي رايي. زين. هاي بالنسبه لعلي. علي فلاح يقول هو العمل صاد الجمهور بعد ان خرج المتلقي. علي مو كل الناس يتفقون على هاي السالفه، يعني هواي ناس ما عندهم يكيف اذا مدحته، بس اذا الذمه يا ويله. يعني انا عرفت كاروان هو كان يحكي عن المسلسل مالتي يعني، وانت صح. واحد من الناس طلعت حضر المسلسل مالتي، واني يعني تسال شوف جاي اشوف صديق بعمر لا عاتبتك ولا حكيت ولا حتى يعني ما عنده اي مشكله. زين. بالنسبه لمصطفى نبيل يقول مهدي طالب زاد هواي شباب بالعمل، وهاي تنحسب له. اكيد. زين. ايضا علي فلاح يثني على الموضوع. يرجع حسين الخيولي يقول مهدي خوش مخرج، لأن انت اشتغلت يا ضيع في حفر الباطن. وهذا بصراحه العمل الان انا اشوفه الانجح المهدي طالب، يعني اللي هو ضيع في حفر الباطن. زين. يعني هسه ما ادري نقول لا ذيك الاعمال سيئه، بس انا الاقرب الى قلبي هو ضيع في حفر الباطن. صح. بس الشهرزاد اللي هو اذا تعرف انه يوم علي فاضل، تقول ميز قمر مبدع وراقي وفنان بحق كل التحيه والتقدير والاحترام له. يقول يفتهم ويعرف يحرك ممثل. هاي اهم سالفه انه يعرف يحرك ممثل. زين. بس اكو نقطه كروان انا اختلف وياك بيها، انه انت تقول انه هو ما يعني احنا قلنا، انت قلت سابقا بكلمه وانا ايدتك بها انه الفنان العراقي ما عنده رفاهيه الرفض. طبعا. بس خلي تكون هاي رفاهيه شوي للمخرج، يعني لما قناه تدز عليه ويقول لهم انا بدي اشتغل بهاي رؤياي، هو غير دازين عليه. ليش دازين عليه؟ لانه هو دميه، لو دازين عليه انهم موافقين به. لا 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 لا، شوف فلو اسف كارون، بس خليني اكمل لك فكرتي. اذا اني فلان، يعني مثلا هسه جمال اللي هو اخرج هذا العمل، وجمال اكثر شخص يشتغل طبعا استاذ جمال اكيد. استاذ احنا جمال قلنا واحد من اهم، للامانه استاذ جمال عبد الجاسم واحد من اكثر المخرجين نتاجا بال 20 او 30 سنه الاخيره، وعنده زين. هواي نقاط لما يجي قويه. استاذ جمال وهو اسم وعنده طبعا اعمال وعنده سي طبعا في، طبعا. ويقول لهم يابا اني شايف الشخصيات رايحه بهذا الاتجاه. مهم. زين. فانا ما اعتقد راح يقول لا مو بكيفك واشتغل بهاي الطريقه. لا انا ما اكيد هو له اقصد تقديره وكذا. عصام انا ما اقصد هيك. شوف، مثل ما الفنان والممثل العراقي ما عنده رفاهيه الرفض، بالمحصله المخرج ترى هم ما عنده رفاهيه الرفض. يعني ايش والله تعتبر؟ اذا هي شعفة على الدنيا السلام يعني. لا اخويا، مو قصدي هيك. يعني انا هم ما مخير، مو قدامه مثلا هو يقعد رجل على رجل ويرفض هذا العمل يرفض ذاك العمل ترفا، والانكم المادي مالته ممكن بعمل واحد يعيشه عمر كامل. لا، لكن هو يختار العمل، يشتغل بالعمل. لكن انا مقتنع قناعه تامه انه لو اتيحت له الفرص اللي تتاح لغيره خارج نطاق المنظومه العراقيه للانتاج، راح نشوف شيء مختلف. يعني انت تدري ما واني اعرف بعد. ادري، انت يعني تدري واني وبهذا ادري. المناسبة سعد العصامي يسأل، يقول متى نعرف ان هذا المخرج جيد؟ هل بكثرة الاعمال ام بالنجاح والانتشار؟ يجب ان يتم التصنيف بشكل جيد وبانصاف حتى نستطيع ان نقيم بصورة صحيحة. سعد انت اكيد تعرف ما نعرف. بالانجاز، ما مختلفين، اكيد بالانجاز. بس اكو شغله مثل مطرب الاغنيه الواحده او شاعر القصيده الواحده. اكو بعض المخرجين هو مخرج المسلسل الواحد او مخرج الفيلم الواحد، وهاي تجارب حتى عالميا موجوده. اكو مخرجين ضرب وياهم فيلم او ضرب وياهم مسلسل وراها كل اعمالهم سيئه، او مو بنفس الاداء، او مو بنفس القيمه الفنيه. النجاح، مو هي تعريفنا سعد، تعريفنا للنجاح هو شنو؟ يعني احنا النجاح قد يكون كثرة المشاهدات. مثلا، يعني كثرة المشاهدات تعتبر نجاح، ممكن يكون وحدة من عوامل النجاح اكيد. بس هو العامل الاساسي. زين، احنا الحركة النقدية بالعراق هل هي فعالة؟ هل هي تعطي حقيقة حقوق الناس، او تقيم الاعمال تقييم حقيقي؟ لو هي حب وحكي وكره وحكي، وهي هاي هم مشكله يعني. لا حب واحكي اوكي، وكره وما تقدر تحكي. ما يخالف، هم اكو ناس تحكي، مو هي لا بقى شوف اللي يحجون قسما بالله، اللي يحجون هم الناس العاديين. انطيني ناقد مهم، ناقد حقيقي كمش عمل عراقي وحكي عنه.
اي اعطيني واحد. نقديا ماكو احنا جاي نشوف يعني حتى بعض النقاد والاساتذه يشوفون عصام لا تحكي عن الناس خطيه، تسال كلام غلط. قال لا والله صح 100%، اصلا انت حكيت قليل. ليش ما تحكي؟ الناس تزعل يعني بالعراق، الناس تزعل. ما عندنا مفيد فوزي اللي يكمش انجم نجم يمسح بيه القاع. طبعا يمسح بيه القاع فنيا اكيد، مو اخلاقيا يعني كل ادب يعني زين. بس احنا ما عندنا بالعراق هاي الثقافه. يعني بالعراق يقول لك انا حتى ما يلاقيني واحد ويعاتبني، حتى ما يزعل مني. يعني هواي تفاصيل. اكو ناس يعني اللي مثلا يعني انت مثلا انا اشتغل بالوسط، غير يقول لك يابا ها ترى ما يشغلك وذا ما يشغلون. يا قالك انا احكي حتى يشغلوني او ما احكي حتى ما يشغلون. انا هسه انا مشتغل وجاي احكي عادي، والعام خاف كنت شو اسمه اكتب بس انا طلعت زين. فما لها علاقه، هو اول يرزق على رب العالمين. للامانه هسه الرجل ما موجود بيناتنا اللي اذا تشتغل وياه السنه انت حاكي عليه بغير عمل مثلا. ما يعني هاي واحده من الشغلات. يعني انت كاتب، مو هو يشوف، هي مو فكره حاكي عليه، مو اني الاشخاص لهم، انا ما حكيت عليه كشخص، الاشخاص حكيت على العمل. احترامهم جدا يعني، كل الموجودين كل اللي انذكر اسمائهم على راسنا من فوق كاشخاص اعتباريين. بس احنا بدنا نحكي على منجز قدمه. هسه احنا من نسمع اغنيه لكاظم الساهر، لماجد المهندس، ليش نطلع بكل يعني صراحه نقول والله انا احب هاي الاغنيه او ما احب هاي الاغنيه، هاي حلوه وهاي ما حلوه؟ بالمحصله هي اراء انطباعيه، احنا جمهور. يعني انا دا احكي هسه احنا من مكاننا انا وعصام احنا جمهور، فاحنا راينا هنا هو راي انطباعي، هو مو راي فني، هو مو تقييم لزاويه كاميرا لنص مكتوب هو راي متفرج. المتفرج بعض الاحيان، مثلا اعطيك مثال، جوني ديب واحد من اهم الممثلين بالعالم، تمام؟ انا اكرهه، ما احب، ما اطيق فيلم له. يعني هذا ما له علاقه، ما يقول انه فلان هو مو سيء، لا هو ممثل مهم، انا ما اقدر اقول هو مو ممثل جيد، لكن انا ما احب اعماله. يجوز عمل او عملين يعني اجرحهن بالقوه، بس بقيه اعماله ما احبهن. هذا نفس الشيء يعني ينطبق مفروض على ال 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 يعني خلينا نقول الاعمال الدراميه العراقيه. اكو هوايه من الاعمال بها المناطق جميله، مناطق حلوه، ممثل اداء ممتاز، صوره حلوه، كاميرا حلوه. هوايه اكتشفنا يعني حتى بالسنوات اللي فاتت. اعطيك مثال، العالم حكت مثلا الجمهور مو كلهم، يعني جمهور السوشيال ميديا حكوا هوايه على وتنمروا هوايه على بنات صالح. بس انا ببنات صالح يعني واحد من اهم الادوار لمحمد هاشم. يعني انا صار فتره طويله انا ما شايف هذا اوكي، حتى يمكن عمل تعبه. فالقصد انه انت الممثل العراقي والفنان العراقي والفني العراقي مظلوم. احنا من دا نحكي الهم مو عليهم، هاي واحد. اثنين، اتمنى يكون الانتاج مفتوح والانتاج متاح وتكون الاعمال تستمر. هسه اذا كل سنه 20 عمل، لا السنه الجايه راح تكون اعمالنا اكثر اهميه. وحتى نباوع همين على الجزء المليان من الكاس، ترى اعمال السنه على الاقل قلنا حكينا بدايه السلسله هاي، على الاقل من ناحيه الصوره هوايه احسن من اعمال السنوات اللي فاتت. هسه النص يتطور، يا رب يتطور، يا رب نشوف كتاب جدد، الشركات الانتاج تتشجع وتاخذ وتخوض التجربه. اكو هوايه كتاب مهمين على الساحه، شباب ايش هسه اكو بيهم عابرين ال40، بس على الاقل عندهم اي يعني عندهم ما في دماء جديده ما جاي يعني نادر يعني الدماء الجديده الموجوده حاليا على مستوى التاليف وعلى مستوى الاخراج يعني ما تذكر قياسا بالعدد. احنا بحاجه الى تغيير. حتى ما نعرف التعليقات. اسف كاروان علي الكرخي يقول حبيب عصام ممكن تتطرق للمخرج الفلسطيني الاردني الجنسيه ايمن ناصر؟ علي احنا تطرقنا اليه واحنا نعتبره مخرج ما عنده انجاز مهم، وتقدر تراجع بقيه الحلقات. انا وكاروان متفقين على هاي السالفه. وحتى سالنا سؤال ليش جاي يجيبونه مره ثانيه؟ هل هو يسترجيهم؟ هل انه اجوره بسيطه؟ هل يعني احنا حتى ما نعرف ليش جاي يكررون التجربه؟ هو مخرج احنا نعتبره بصراحه سيء، او على الاقل انا نعتبره سيء يعني كمخرج، كانسان على راسنا من فوق يعني زين. بس كمخرج ما عنده اي انجاز. وهاي الفرص اللي اجت لو مطينها لاي شاب عراقي
هواي عندنا شباب 20 30 واحد كان سوى ويقدل سواه 100 مره زين. فيعني ابسط شيء مثلا التجربه مال بيتر ميم بمصر. بيتر ميم اول ما طلع هم سيء، عمل اثنين ثلاثه. حاليا بيتر ميم واحد من اهم المخرجين بمصر، ومع ذلك هو مشتغل اقل من شو اسمه ايمن ناصر الدين. براها يقول اريد رايك كمخرج وبعدين اعطيك رايي بكل امانه. انا اعطيتك رايي. ما دكتور فاضل شت تحياتنا له يقول كيف الله زين. كالعاده اختي حبيبتي تقول منورين. يعني انا ما قاعد منور وحدك. لا لا اكيد، زين. الله يسلمك. حسين الخيور يقول يقول بنجاح العمل مو كثره الشغل، اعرف مخرجين باليوم يخلصون حلقه يعني خبازين. هاي كارثه صديقي، ويجوز هاي احد الاسباب اللي يجيبون عليها فلان وفلان. بصراحه يعني خاف الناس ما تدري انه ممكن فلان ينجز باليوم 20 و30 مشهد. يا 20 زين. يخلص 40 مشهد. الشباب ما ممكن يوصلون يعني هذا الرقم، لانه يجي يسوي شغل حلو. مستحيل انت تقدر تسوي شغل حلو وانت تشتغل 30 مشهد او 40 مشهد على قولة كرار باليوم. هي يعني البيئه تسوي شلون؟ البيئه غير يعني صالحه. مو البيئه غير صالحه. صالحه. زينب تقول الفنان علاقه اكثر فنان مظلوم بالكره الارضيه، واقع بين المطلق والسندان همزين. انا ممثله كان شبه عظم. والله من يقول انت ممثله؟ من يقول انت يعني مو بالوسط الفني؟ ها باوع. علي رجع جاوب. اي ليش؟ اي يقول له اندوميه ما لك كل راي ولا دور في اختيار اي شيء سوى كلمه كيو. يعني حتى كلمه كيو والله العظيم انقضت. حتى جماعه البرامج قاموا يقولون اكشن. ما اعرف، انا ما اقدر اعلق على الموضوع، انا ما اعرفه، فيعني ما. يعني لا يعني ابسط اقلها القوت والياقوت. اللي هو اخراج ايمن ناصر الدين. علي كان موجود مساعد مدير انتاج، وعلي من اكثر الناس اللي اشتغلوا وي هو هذا الشخص يعني. فعلي رجل شجاع. وعلى فكره علي ايضا كان نازل انا ببغداد الجديده، وكان نازل انا في فيلم الرحله، وكان نازل فيلم محمد الاخير. يعني شخص اكتف جدا وانير جدا. هو سايق قطار وسايق سيارات وفني يعني بهواي سوالف. رجل عنده خبره. يعني انا دائما اقول له انت اخوي كبير وانا اتعلم منه هواي يعني. بصراحه الولد عنده خبره كل زينه يعني. وممثل زين. فيلم مهند كان موجود. شفت فيلم مهند على نتفلكس اللي يطلع هو الامير اللي صعده مشكله ويا وسام والثاني. اي وايضا بهذا العمل هم نازل ممثل بشخصيه كلش حلوه راح تشوفونها ان شاء الله. مهم. زين نحول على غير عمل. نحول على غير عمل يا ريت. شو نروح للصندوق؟ عصام الو، صار فريز. جاك تليفون ثاني عصام؟ اعتقد صار فريز، يا اما جت مكالمة على الموبايل او فد شي. ننتظره شوية. تمام، على ما يرجع عصام نحكي عن العمل اللاخ اللي هو مسلسل الصندوق. إخراج مروان عبد المنعم وتأليف مصطفى صقر. خلينا ننتظر شوية، هسه أعتقد راح يكرر الاتصال. أي على العموم، أي رجع لنا عصام. عصام، مصطفى صقر سنة همين عنده عملين. يعني مصطفى صقر من كتاب الكبير أوي، وعنده كثير أعمال مهمة حكينا بيه بالحلقات الفاتت. لما حكينا عن الكبير قوي جبنا طاري مصطفى صقر. ومروان عبد المنعم هو الإخراج. مروان عبد المنعم ما عنده، يعني هذا أول عمل له كمخرج. ثانيه وثالثه. أي هذا زينب تقول ما زلت تسولف انت لان كان يم مقطوع. دا أحكي على الصندوق. اي دا أحكي على مسلسل صندوق. مسلسل صندوق الكاتب مالته مصطفى صقر. مصطفى صقر إذا تذكر حكينا عنه، هو أحد كتاب الكبير قوي، وعنده يعني مساحة زينة، ونتاجه بهذا المجال، مجال الأعمال يعني كوميدية وشوية بها فانتازيا. فهذا هذا عمل الثاني هاي السنة، كبير قوي. وهذا العمل الصندوق
طبعا احمد داش سوى تجربتين مهمه. اول تجربه العام كان عنده مسلسل مين قال، كان 15 حلقه اذا شفته. واحده من الاعمال اللي طبعا كان شفته، كان كلش حلو بصراحه، اول شفته حلقتين ثلاثه وحبيته كان جدا زين، يعني. بعدين نام الايقاع، بعدين بالاخير شويه صح وكان بدي اكو يكون مشكله دراما كان اكثر. بالايقاع، بس بقت الحكايه حلوه، بقيت مستمتع بتمثيل احمد دارش، بقيت حابب الحكايه ايش قد هي واقعيه وقريبه صح. وقريبه من تدري ليش؟ مشكلاتنا، يعني ما والممثلين تحسها جدد، مسلسل، اسف. ممثلين شباب اه وجوه مو بس شابه هاي، يعني. ما تحسها مسلسل، تحسها اطلابه عد جواريكم، صح بدليل احد الشخصيات اللي بالمسلسل ما ادري اقول من هي، حتى قبل راح اسوي اسقاطات، شنها حكايه صديقتي بالضبط رحت قلت لها هاي حكايتك، شافتها قامت تبكي قالت لي والله هاي حكايتي، ما ادري صح اقول لك بها شخصيه لا راح تعرفوها. ف صحيح. يعني امم اي وراها كانت تجربته الثانيه بالمسلسل اللي انتاج مارفل، كان مون نايت. اول مره ما يشترك حبيت هذا الدور له بصراحه هنا، يعني هو صح مارفل مهمه بس مو لدرجه اطلع كومبارس. هو مو كومبارس، كومبارس هو يعني مو لا كلش والله كومبارس. كومبارس. لا مو هسه كومبارس. احنا شوف، تخيل مو احمد درس طالع ايش راح تقول امانه؟ كومبارس. والله امك فوق ابوك. لا والله يعني لا هو مو حتى كومبارس. كومبارس ما جاي يجينا. ايه يعني شوف، هم علاقه بيت ذياب باحمد درش صح قويه واصحاب فضل عليه الى حد صح ما، صح فالظاهر يعني قنعوا هذا، توقعوها، هو توقع انه هاي فرصه عالميه خلاص انه راح يمثل بمارفل، بس يعني انتم كتاب ومخرجين، مم. يعني شو يصير عليكم لو انه على الاقل مطينا مساحه باي طريقه معينه، ما تنقلب الدنيا لما اسوي لي مشهدين حتى، يعني يعني انا اثبت قدم هو كان زين يعني، ومهم حصل له مشهدين يعني. يعني كان زين شنو يركض وراه ويتعارك. على العموم والله سماح انور راح ترجع بهذا العمل، يعني سماح انور هم صار له فتره مبتعده اوف عن، اي نعم. هاي خوش خبر. اي يعني سماح انور موجوده بالمسلسل. واكو ممثل انا كلش احبه، اعتقد هالمره راح ياخذ مساحه زينه، اللي هو علي قاسم. يعني علي قاسم من الممثلين الممتازين. ما ماخذ صح. قصته الحقيقيه يعني دائما هو ياخذ شخصيات سانده او شخصيات من ضمن الموجودين، لكن هنا عنده يعني اعتقد عنده مساحه زينه. هو حتى على البوستر واحد من الثلاثه الموجودين، يعني هو واحمد داش وهدى المغني او هدى المفتي العفو موجوده ضمن البوستر. فعلي قاسم ممثل ممتاز جدا، وانا يعني متوقع له انه خلال الفتره الجايه اذا اتيحت له فرص اخرى مهمه راح يكون واحد من اهم الممثلين بالساحه. على العموم العمل بصوره عامه هو حلو، انا يعني هو معجبني وراح اشوفه. مستقبل التمثيل بمصر، بس الفرق وين بصراحه، انت تعرف وانا اعرف امم انه الشكل مهم بالتمثيل وبمصر بصوره خاصه يعني. طبعا يعني هو مو كلش وسيم، بس هواي ناس كانوا مو وسيمين ومن كبروا صاروا اكثر وسامه، احمد حلمي، احمد عيد هسه شكله صاير الطاف، فممكن هو بلكت من يكبر احمد داش وسامته. منين له وسامه؟ احمد داش قصير وما له علاقه بالوسامه. جاي اقول لك اني جاي اقول لك، ايه لان ما عنده وسامه فهاي ممكن تقلل فرصه، بس اقول لك عسى ولعل انه من يكبر شوي يصير عنده لا وسامه، بدي احكي لان عن هاي عمر مهمه قاسم. بالذات بالبطولات. صح اي صح، بس هو مم. بهاي المنطقه منطقه على قولة المصريين الشاب الروش، بهيك عمر. مم. هو يعني يبين صغير، هو بالمناسبه هو مو صغير يعني. مم. بس هو يبين صغير احمد داش، هو فيمشي. الفيلم مالته قبل ايش قد 20 سنه اكثر، الفيلم مالته الاول شو اسمه الفيلم مالته لا مؤاخذه لو يا هو اول كان. واحد، لا مؤاخذه، لا مؤاخذه اي طبعا، اي لا القصه له مؤاخذه 20 سنه. تقريبا يعني. لا مؤاخذه يا سنه مم. والله، خل بس اشيك. اي يعني اسمع تصريحات زينب، انت بس تسع شوف سنوات تصريحاتها، 9 سنوات. انت بس شوف تصريحات زينب. ما دا اشوف، شوف لي يم يمك اقرا لي. تقول احمد دارش حلو وسيم، اصلا لو كنت مراهقه كان حبيته وكان علق الصور على كدر. هسه اليوم عندنا معلومتين، اولا هي مو ممثله، اثنين مو مراهقه. يعني خلينا نشوف هي والله تطير ما لها. اقدر اضمن اني، ما اقدر اضمن انه هي مو ممثله مثلا، اي بس مو مراهقه يعني يعني هي. هم ما اقدر اضمن، ولا اقدر اضمن انه هي اصلا بنيه. ما ندري، الله اعلم الله اعلم ايه الله ايه اعلم.
فالعمل هذا زين اعتقد راح ينشاف. طبعا احمد داش السنه انا عنده هو بيستاهل رعب، فالناس راح تحبه بالذات البنات، يعني البنات بالعاده يحبون يشوفون فيلم رعب وبالسينما يبدأ يخافون. اي. واحمد داش السنه اي نازل ويا محمد رمضان ايضا بالعمده، جعفر العمده، صح. فهذا همين لكن السنه عنده عملين. البارحه انت قبل كم يوم بالمراجعه مال الكاسر قلت ما حبيت المكياج مال شو اسمه، مال اللي هو غالب. غالب. اي جبالي السالفه. اي. تتوقع هم يتحارشون بولد الغلابه؟ شو اسمه، سوري مو ولد الغلابه، نسل الاغراب. نسل الاغراب. اي ممكن. يعني هذا يطلع شيخ وكذا، وهو احنا ما شفنا التريلر طلع شو ممكن اسمه، وكان مكحل وكان شرير. ممكن زين، فممكن يعني يعني يحاكون نسل الاغراب بطريقه او باخرى. ممكن. والله لا محاكاه ليش لا، بس اذا خمطوا بطريقه شو اسمه، مثل ما واحد دزالي تريلر حباب، لان انا كنت حابب التريلر مال مجنون ساره، مم. فجاني تريلر المسلسل انا مشى فاسمه مجنونه بيك، نفس الفكره. فكالعاده بيت ابو خمره ما يبتعدون عن الاشياء اللي موجوده اصلا يعني. على العموم ذاك العمل طبعا عمل جميل جدا، شفت التريلر وحاولت اشوف منه كم حلقه، يعني شوف الاضاءه اللي بيشوف الاشياءات، وهم ما غنائي. انهم جايبين عليه. اي ذاك العمل غناء وهذا غنائي يعني. مم. شروق هسه وهاي يلا دخلت، يا هلا ليش تشين هاي، احنا صارنا مساء 55 النور، دقيقه مساء النور، راح داخلين. نختم احنا، يلا ما يخالف. يلا يعني راح نستلم. إيه. واستاذ ناصر يقول اوفر، بس اوفر ما اعرف يعني يقصد على مال نسل الاغراب لو. اسمع التصريحات مال زينب الاقوى تقول انا بنيه بس مخيله على غاده عبد الرزاق. والله لا شغلة صعبة. ذكروني مكياج غالب، ذكروني مكياج غالب، مكياج امير كرانس للاغرابي احنا. مساء الخير. اي مهند صح. لا يستطيع ان ينتج اوريجينال، أوريجينال. يدخل على الكاسر يقول اوفر. اي يعني ما ادري، مم. احنا نتمنى، هو مو صعب واحد يسوي شيء اوريجينال، بس هي راد لها جرأة بس فقط. نروح للعمل الاخ، مسلسل النار بالنار. يلا النار النار بالنار، بالنار. عابد فهد. آه. الاخراج محمد عبد العزيز، والتأليف رامي كوسة. طبعا بمجموعة نجوم، أهمهم جبار خباز، جورج خباز، العفو، جورج خباز الممثل اللبناني. والعمل أعتقد يعني يتناول منطقة يعني شوية حساسة وخطرة، يعني تحديدا يعني من التريلر احنا بحارة لبنانية وبها مهاجرين سوريين، ودا نحكي على ممنوع دخول السوريين هنا، وذولا اوريجينال وذولا مو اوريجينال، يعني منطقه شويه سنسيتيف. تدري انت تحديدا هاي العلاقه السوريين واللبنانيين حساسه جدا. عابد يعني واحد من اهم الممثلين السوريين بالسنوات الاخيره. كنت اتمنى، كان عنده مسلسل بسبب الكورونا اشتغلوا بس 15 من عند حلقه من عنده، كان اسمه الساحر اعتقد. للاسف ما كملوه، يعني تتمنى انه يكمل ذاك المسلسل، كان بكاركتر كلش حلو. النار بالنار بشغله همينه عراقيه، انه اللي راح تغني التايتل رحمه، يعني رحمه رياض هي اللي تغني. نص دقيقة ثواني واجيكم، كمل كمل كرم انا اسف. اي اللي راح يغني التايتل رحمه. فاعتقد هو عمل لطيف ويستحق ينشاف. على العموم اعمال عابد فهد مهمه بالفتره الاخيره. زنوبه تقول مسلسل النار بالنار راح اشوفه، مشتاق لعابد فهد. والحلوه كاريس بشار، وحبيت وجود جورج خباز، هذا مثل البطل اللي قدر يرفع اسمه. اوكي. هو تريلر لطيف بكل الاحوال. احمد الاسدي، رامي كوسا كاتب مقل جدا وكاتب مهم جدا، اكيد رامي كوسا واحد من الكتاب المهمين، وفعلا هو مقل اعتقد بسبب ارائه السياسيه والاشياء اللي يكتبها، اعتقد هي هاي اللي سببت له بعض المشكلات. طبعا من اعمال رامي كوسا القربان، اولاد ادم، النار بالنار، درب السماء، كارما، الحبل السري. فعلا عنده كثير من الاعمال المهمه. يعني وهو شاب، يعني هو همين صغير بالعمر، يعني مواليد 89،
يعني واحد من الكتاب الشباب السوريين. ما عندي أنا بعد شيء على هذا العمل، إذا تحب نقلب على العمل الثاني. بس هذا ما بين هذا الكلام أي شروق تقول اسفه كنت يم الدكتور ووجعانه، اكو واحد غتني اليوم متخربطت. يعني شنو تتوقع عن عندي الحين؟ بصراحه ترى انا قلت انه انا بداية يعني العمل انا اليوم هو قال. غثيتها وتحركت وياها، فلا تتوقع انه انا اتهرب من المسؤوليه وعم فلوس الطبيب علي. زين، فالف سلام عليك لا تدعين علي البيم كفيه. مو والله. واكيد قرأت التعليق مال احمد الاسدي يقول رامي كوسه مهم. اكيد. زينب كالعاده مسلسل تقول النار بالنار راح اشوفه مشتاقا. عابد الفهد والله خبرتيني. وللحلوه كاريس بشار. كاريس انا احبها بصراحه طبعا. وحبيت وجود خباز. جورج خباز، هذا الممثل البطل اللي قدر يرفع الاصبع الوسط لقيم المجتمع. الفيلم اصحاب ولا اعز، التريلر كان كلش حلو. تقول رحمه ولا شنو حسون؟ لا رحمه، كان التايتل رحمه وحبيته بصراحه. اي رحمه راح تغني التايتل، وبعدنا ما سمعنا التايتل، ما ادري هو يعني بعد. تقول لا تكمل قراءه التعليق، راح اكتب بدت اكتب لك اوقف. ليش اوقف؟ غير الناس كلها تاكلها بقط علي. جوز خباز من مدرسه نادي لبكي، يعني المدرسه مهمه. شكرا. تقول عابد الفهد ما احبه، ما ادري ليش. قصه يخولي فنان متجدد. اوكي انا بهاي السالفه 100% اتفق، عكس الاختلاف اللي اختلفنا عليه اليوم بقد السماء نلقى عانيات عليه شروق. انا همين اشوف قصه يخولي فنان متجدد وما احبه بصراحه تمثيل عابد الفهد، رغم انه ندري به هو ممثل زين، بس اني جزء ما احب اداءه، جزء ما احب رياكشناته، ما اعرف يعني احس بس هسه انا اختلف وياك. قصي خولي فنان عادي جدا وثابت ومود ثابت، لا بيتجدد ولا يحزنون. وعابد هوايه اهم من عنده، هذا اهم رايي. انا الكاميرا يمي واقفه، الكاميرا موجوده شغاله كل شيء موجود. اوكي، لان انا هسه يمي الكاميرا واقفه اخر شيء يعني. لا موجود واقفه شغال كل شيء تسوي. ربي يلا ما ادري اسوي شيء يعني. زين، الخلاف لا يفسد في الخوه قضيه. اكيد طبعا. والله مرات يفسد. لا مرات يفسد. لا بيناتنا ما يفسد والله. وين ربنا يجعل كلامنا خفيف على الاخرين يعني. هذا نطب العمل الاخ. الهرشه السابعه. انا ما حبيت العنوان ما افتهمت يعني. الهرش يعني هي اكيد مو قصدهم الحك يعني هو الهرش هيك عندهم، او مرات يقول انت بتهرش، يعني شلون تمثلي تتكذب ممكن زين. والتحشيش على اساس الحاسه السابعه. بما انه هو غرام كوميدي، اتوقع انه لما رجال يجي يسوي يخون مره او يحبها او كذا، مثل اللي يجيهم احساس او شعور، يعني اتوقع راح بهالطريقه هاي. عجبني التريلر كلش، كانوا مسوين حدوته ببطن التريلر. حرقه على القلب، نصير سعاطين حرقه على القلب. شوف تعليق استاذ ناصر شو يقول؟ طبعا احنا متفقين، معلم كبير ما نناقشه. اتمنى يغير رايي. اتمنى بس يعني ما ادري. ما طول انت تقول هيك يلا احنا ما عندنا مشكله. عابد انا جيهان يقول قولي غير متجدد ياخذ يعني هو يطلع منه بس ما طالع منه لحد الان. استاذ ناصر ده يقول راح يطلع من عنده شيء، خلينا نشوف. عابد همينه يطلع منه اشياء هوايه، لكن ما ادري يعني. ما بس وصلنا 3 على 3. يلا انت وياك زينب، لا بس وياك جيهان، وانا وناصر. لا بس انا واستاذ ناصر وشروق. لا بس استاذ ناصر ما قال انه عابد سيء، هو قال قصي راح يطلع منه، ومتفق وياي سابقا يعني. ده يقول لي انه كان بس يعني اوكي، بس راي استاذ ناصر عاد 4. لا اوكي، بس هو ما مبتعد. خلينا نشوف. لا تقول سمسم الا نلهم، خلينا نشوف.
خلاص عابد انتهى الموضوع، دخلت 6 ايمان عين من يقدر يناقش بعد؟ شو تقول؟ يعني ما نقدر نناقش على الاقل رأفة بيك حتى اليوم ما تبات شو تقول؟ انا بالمحطه. مع عابد. لا هذا تعضيد يعني، مو هيك يعني. لا فعلا عابد أي. يعني ما ادري. مو شوف مثل ما حكينا قبل شوي على جوني ديب، ترى ممكن بعض الاحيان يكون اكو ممثل مهم اي لا لكن انت ما افاتك تحبه هذا. بسالفه الناس راح تكرهني بسببها، ليش؟ رغم اني مقدر انه صوت ام كلثوم واحد من اهم الاصوات بالوطن العربي، بس ما احبه ولا احب اسمع. كيفك عادي يعني، بس اي يعني اي صراحه. اي لا يعني اي اوكي معود حرام عليك ام كلثوم يعني. اي انا اعرف انه هي مهمه، بس ما جديات ما تطلبني لا يعني. هو اي ده شوفه عادي، هو طبيعي جدا. سمعت الطقه النظيفه يقول لك عابد مو ممثل كاركتر بس يعني. والله ما ادري. ما انا راح هذا خش راح امنتج بعض من مشاهد عابد باعماله واخليهن حتى اشوفكم وجهة نظري شنو بعابد. شوف اكو هوايه ممثلين كاركتر، مثلا نور الشريف كاركتر، يعني نور الشريف ممثل كاركتر. مورغان فريمان، عادل امام. عادل امام لا، عادل امام اكو بيت يعني. عادل امام بالكوميديا مو هو نفسه عادل امام بالتراجيديا، وعادل امام عنده مناطق. بس نور الشريف هو يعني نور الشريف وين ما تخليه باعماله هو ثابت، بس هذا مو معناته انه هو سيء يعني. هو ممثل كاركتر اكيد، لكن هو كاركتر مهم. يروح يقول لك عابد مو سيء. فعلا عادل كاريزما، هو كل يقول عادل ممثل هو كاريزما. مدرسه اذا يكرر نفسه معناها اكو مشكله يعني. من ينكر عادل امام ممثل عظيم بس يكرر نفسه؟ مو عادل امام غير موضوع يعني. عادل امام احمد الاسدي يقول عابد فنان حقيقي ومتجدد وقدم الكثير من النجاحات. يعني اليوم شنو يعني واحد شروق هم يسوي؟ تأيدني بهاي السالفه بموضوع ام كلثوم. شروق انت بس هذا الموضوع اللي حكينا به الاول مو الثاني. الثاني قلت لك واقع عندي، منو بس اللي الاول ذا بعد يعني. ام كلثوم ما احبها، لا احب صوتها، اعشق اغانيها بغير اصوات. عادي يعني، من حق اي واحد يحب او يكره مثل ما قلنا. هسه مو انتم مدق. هسه عصام اللي قاله صح، انه انا يقول ما اقدر اقول هي مو خوش مطربه او مو خوش لكن لا انا ما واحده من اهم احبها. المطلوبات بالوطن انا ما العربي. احبها يعني. مثل ما انا هسه اكو كثير يعني. انا كاظم الساهر بالنسبه لي انتهى من 2007. اخر شيء كاظم الساهر حلو هو انتهى المشوار. نعم ما بعد طبعا، ما بعد انتهى نعم. المشوار كاظم الساهر مو موجود. يلا حبيبي انت يلا انتهى بس شباب في امان الله. اي يعني اي لا يعني كاظم الساهر بالنسبه لي اخر شيء حلو. الكاظم الساهر انتهى المشوار، ورا انتهى المشوار كاظم انتهى مشواره. عنده اغنيه بس عن الحلال والحرام اللي اغنيه ناي لطيفه، غيرها فعلا هي ذائقه مختلفه فعلا. هسه باوع الجماعه قالوا اللي يحب فيروز واللي يحب كذا واللي دنيا. عادي، من حقهم ومن حقنا، كل واحد من حقه. شوف هسه ايش قد حلو. يعني جيهان تقول انا احب فيروز اكثر. لا استاذ ناصر، مبادئ التمثيل ثابته. اذا من باب مبادئ التمثيل ثابته فيعني اكو مناطق بعابد هي مهمه يعني. لكن اذا بدنا نحكي على تكرار نفسه بادوار معينه بالفتره الاخيره، انا اجي وياك يعني. قصي عنده مواقع يعني، عنده هوايه فرص جته اهم من عابد يعني. مثلا سرايا عابدين، قصي خولي بسرايا عابدين يعني اي واحد كان ممكن يؤدي الشخصيه. ما ضاف شيء يعني، ما ضاف شيء مهم. خالد ابن زبيد يسلم عليك كروان، تحياتنا استاذ خالد. تحياتنا حبيبي، تحياتنا حجينا الورد. على العموم خلي نطلع من شوف يلا. لا هسه كاظم خربنا يعني. من تحشون على ام كلثوم عادي يعني، انا ما احكي المفروض. لا ممنوع. شوف جديات اللي يحبون كاظم متعصبين. لا ماكو تعصب بالفن يعني، هي ذائقه مثل ما لا قلت. يعني هو متعصب بحبه، متعصب بحبه له يعني. لا لكن يعني اقول لك هالسالفه، لو اي مطرب داق دقه كاظم بموضوع خليجي 25 كان السقط لد بشكل نهائي. كاظم هيك يعني قام يسوي خلينا الموضوع. نغادر هاي المنطقه، ماكو داعي نحكي يعني. يلا. بس علي هذا علوان يقول زين هو ليش الكاتب السنه نفسه كاتب اغلب الاعمال سكتشات وعمل دراما متصل مع احترام شخصيته، يعني هو ما عنده غير هاي النكات الباهته والحوارات المستهلكه؟ والله روحوا كتبوا له، كتبوا احكوا ليش ذابين السالفه بس براسنا يعني. احنا حكينا يعني حتى احدهم قال غير صداقات بصراحه الله. يعني. لا اقرا هاي. قصي يجتهد في الكاركتر ولا يصيب. اي اوكي
يعني لا ما يصيب. يصيب لا يصيب يعني شنو لا يصيب؟ بس يجتهد. هسه ما يخالف، انا مثلا اغني راح اجتهد انه اغني، بس يعني كلكم راح تسدون البث عادي، يعني اجتهد بس يعني ما له علاقه. لا اذا على الغنى، اذا على الغنى تعرفوا لي اياها، مو بالله. انا اغني ولا احد. زين، العمل اللي ورا ها الهرشه يلا. السابعه، لا بس الهرشه السابعه التاليف انا اي. شويه مضوجني، يعني تاليف مريم نعوم. بصراحه مريم نعوم بالفتره الاخيره هي تسوت، يعني باشرافها على الاعمال اللي تحديدا كانت بشاهد فتره اشرفت على مجموعه اعمال. يعني مم. مريم نعوم سجن نساء، مريم نعوم واحة الغروب، اوكي. ما بعدها مريم نعوم ما ادري يعني ما ادري شجاعها، يعني الاعمال اللي اشرفت عليها او الاعمال اللي حتى مين قال مثلا هي واحده من المشرفين على او هي المشرفه على اي. الكتابه. لا مم. اكو شيء غلط يعني. ايقاع ماكو، اكو مناطق مقحمه، اكو مناطق. مثلا بمين قال كان اكو مشهد كلش مطلع الكاركتر احمد داش بنوتي، يعني من يحكي بطريقه كلش نسائيه باسلوب كلش، يعني ما ادري اذا شباب هالوقت هيجي، ما اعتقد يعني بهاي الصوره وبهاي الطريقه اللي كان حاكي. يجوز المخرج قاصدها مو بالضروره الكاتب. ما يخالف، لا مو مكتوبه بهالطريقه استاذ، يعني هي مكتوبه بهالطريقه يعني. فقصدي مريم نعوم انا يفر خايف حوار يفر. ليكون الهرشه السابعه ايضا من نفس المود. الاخراج كريم شناوي، كريم انا هم شايف له هواي شغلات زينه. امينه خليل ومحمد شاهين، محمد شاهين واحد من المحمدات المهمين. وعندنا اسماء جلال وعايد رياض ومحمد محمود وعلي قاسم. اجين علي قاسم هذا ثاني عمل له بهاي السنه، واتمنى انه يتوفق، لان مثل ما قلت لك ودا احكي علي قاسم بعد كم سنه اذا مشت وياه الامور زينه، واحد من الممثلين المهمين جدا على مستوى الدراما المصريه والسينما المصريه. استاذ ناصر يقول قصي مهم شو اسمه يعني اهم بالكوميديا. يقول لكن المنتجين نسوا ذلك وراهنوا على الكاريزما. زين. اما تعليق الجيهان تقول انا انتظر عمل الممثل السوري قيس الشيخ، لحد الان ماكو. تقول اذا عنده عمل كتبه يعني. احمد الاسد يقول بما ان باسم خياط لا يوجد له عمل هذا الموسم، ممكن تناولوا جلستكم؟ يعني انا مو احسن واحد بالاعمال السوريه، يعني اعرفه وكذا، بس يعني هو مهم بصراحه، يعني باسم الخياط مهم، يعني انا اعتبره حربايه بصراحه يعني. كل شيء له له. ممثل جيد، ممثلين جيدين، لكن انا ما احبه، هاي هم كذائقه، انا ممثل جيد جدا ما احب اشوفه انا واضح. على الشاشه. راي شخصي يعني ما له علاقه، هو ممثل ممتاز. شو اسمه تقول شروق تقول خلينا نكون صريحين، اغلب الممثلين على بخاصه العراقيين مستواهم نفسه، بس ابوهم اللي يتفوق عليهم وعلى نفسه كريم عبد العزيز. هذا كاري. يا كريم المصريين بيهم، اسقطوا، استاذ ناصر يا يقول كريم المصريين بيهم، يا كريم بيهم. عبد العزيز. اي ماكو اثنين، كريم محمود عبد العزيز لو كريم عبد العزيز، كريم عبد العزيز. يعني معقوله كريم محمود عبد العزيز؟ كريم محمود عبد العزيز اخر فيلم له يعني مال البحث عن زيزو ادى اداء خرافي. امم. لا هو مو سيء، بس لا انا لا متاكد تقصد على كريم عبد نضج. العزيز اللي هو بدون محمود. كريم نضوج نضج ممتاز. من موسى. نضج من موسى. الاستاذ موسى شو ناصر يقول اسمه؟ المصريين الطوات، ولكن مصيبتهم ومقتلهم الكلايش للاسف. للاسف يكرر طبعا. نفسه منذ سنوات. اكيد نتفق وياك. احمد يقول مساء الخير، مساء الخيرات. كنت عليك تقول لك كريم عبد العزيز الباشا تلميذ. شوف كريم ممثل ممتاز، ممثل زين، بس هم هو كاريزما زينه وحلوه. يعني واحد ممثلين جيدين. انا اتمنى يلحقون يكملون المسلسل مالتهم السنه، بس للاسف تاجل على السنه الجايه. هو مسلسل كلش مهم، مسلسل الحشاشين. هذا يعني بيتر ميمي اجل لان ما يريد يخبز، فاجله للسنه الجايه، وعمل اعتقد راح يكون عمل مختلف ومهم. دكتور سالم طبعا اكيد نور، هو اعتقد دائما يعني بس على الساكت. هسه يقول عفوا انا ارى ان اسهل مهنه في العمل التلفزيوني وحتى السينمائي هي التمثيل، فالشكل والحضور هو الاساس، ثم ياتي بعدها
الحظ ومن ثم الذكاء مع التحيه. يعني شوي انا اختلف وياك دكتور، اكيد انت عندك رايك وتجربتك وانت رجل مختص اكاديمي وعندك تجربه مهمه. بس مع ذلك شوي انا اختلف وياك، يعني اذا تسمح لي اكيد يعني. كمل اذا عندك شيء كمان، لا اسف. ما عندي شيء، نروح على العمل مم. اللي بس بعده. اسف احمد فد مره يقول اريد اسال عن الجزء الثالث من مسلسل المداح، ومدى التباين بالمستوى الفني للجزء الاول عن الجزء الثاني، والحبكه الدراميه والقصه الخاصه به. اول صديق احنا المداح الجزء الثالث حكينا حكينا فيه. عن البرومو، انت جاي تحكي عن اشياء ممكن نشوفها او نحكي بها بعد لا ما نشوف بس هو المسلسل، ده يحكي على وهذا عيب اساس، نقوله. هو ده يحكي على الاول ها؟ والثاني، الاول والثاني لا تقول نعرضه. اريد اسال عن الجزء الثالث المسلسل مداح، ومدى التباين بالمستوى بالمستوى راح فني التعليق الجزء الاول والثاني، والحبكه ب- الدراميه ب- والقصه الخاصه. الجزء الاول والثاني والحبكه الدراميه والقصه، جاي يريد نقارن. شلون نقدر نقارن احنا بعدنا ما لازم شايفين؟ نشوفه، مستحيل من يلا التاكل راح يعني. نسوي هاي المقارنه ان شاء الله. واذا تحب ارجع للحلقات، اعتقد بالحلقه الثانيه او الثالثه حكينا بالمداح، موجوده على بالبوست القناه، يشوف البوست حكينا عن وبعدين ممكن المداح. يرجع. حكينا عن المداح. مم. اما زينب كالعاده اخر شيء حتى تكمل اشياءاتك تقول ذكرتني بوحده تقول مسلسل بنت اسمها ذات كلش حلو، لان الكاتبه مالتها امراه ما تدري انه العمل مقتبس عن روايه ابراهيم صنع صنع الله، الله. وما تدري انه ابراهيم صنع الله اشترك ويا مريم نعوم وكتب وياها الحوار والسيناريو، وهكذا ببقيه الاعمال الزينه اللي نسبت لمريم نعوم. مريم تعبانه كلش، الله ينطي فرق الانقاذ. يعني هاي المعلومات اللي عند زينب لو عند ربعها انا هسه ناقد، مو مشاهد وقت عند تواضع. كان زينب انا معلوماتي والتبعوش مالتي لو عندي انا هسه هم ناقد بالوطن العربي مو بالعراق. يعني ما ادري، بس قمت اشك، قمت اعرف يعني، قمت اشك منه زينب يعني، صار عندي شك. اه اي يعني بدت اه تربط، بدت تربط الفيش. يلا اربط النهاية. اي. على العموم انا ما، هي اذا هي هي او هو ما يريد يكشف عن نفسه، فانا ما راح اكشفه اكيد. قريت يمكن شغله عن المداح و اي مريم نعوم فعلا يعني يعني ذات ابراهيم صنع الله. العسال كانت بسجن النساء. واحة الغروب ايضا هي روايه، فهي من تاخذ روايه وتشتغل عليها يطلع غير موضوع، لكن لما هي تشرف على نص او هي تكتب نص اعتقد ما توفق جدا. وفعلا مثل ما قالت زينب انه الله ينطي فرق الانقاذ. وللاسف الدراما العربيه همينه من تشلب لها بواحد او بوحده بعد هذا وخلص، هو هذا كل ما موجود الموضوع بالساحه. نجاح واحد وانتهى. اي الدكتور للاسف. سالم يقول يمكن للمخرج المهم ان يصنع ممثل مهم، اختلافكم معي احترم جدا. دكتور هنا شكرا اولا لاحترامك ومهنيتك انه تقبل اختلاف بمحبه، بس انا هذا رايي ايجد جدا وايده جدا عفوا، وانا دائما اقوله واكد عليه انه المخرج العارف بادواته بالذات وهي الممثل هو اللي يقدر يسوي ممثل مهم من خلال مو اول يوم بالتصوير يجي يعطين. يعني اكو بيهم هواي مخرجين يعطون نص والله العظيم والاكثر هيجي ويشوفون الممثل باول يوم تصوير ويقول اكشن، لا طاوله ولا وعي ولا قراءه ولا هواي تفاصيل يسووها، وهاي كارثه بحق بحق الممثل نفسه على الاقل. ما نقول بحق على العمل ككل، بس بحق الممثل هاي اكبر كارثه، انه هو الممثل هنا انعدمته، لان هو الممثل روحه بيدك. انت ممكن تقول لا اسوي له هيك وهو ما راح يعني حتى اذا عنده راي بالنهايه هو مهنيا واحترافيا المخرج هو المسؤول عنك يعني. فحتى لو ما مقتنع يعني 99% من الممثلين يقبلون وما يعاندون يعني. نادرا ما تلقى واحد ممكن يعاند وين المخرج. فهو روحه بيدك، فانت تكون الطلعه بافضل طريقه لك وإله وللعمل وللناس. فهاي السالفه. اول مره ادخل بها سيت بحياتي كانت سنه 2000. وكنت داخل لعمل انا كاتبه بالكتاب اللي انا سويته عن الدراما العراقيه، فما راح اعيد، ما راح اذكر اسمه. هاي اللي يحب يرجع يقرا سلسله المقالات اللي تكتبها على صفحتي. فسالت بوقتها، سالت المخرج، هو احد المخرجين الكبار في تلك الفتره يعني في قبل 24 25 سنه. سالته ليش بدأت تعطي ملاحظات للممثلين، يعني ليش ما تعطي ملاحظات انه شنو اللي تريد من عنده،
شو راح يقول، شو راح يسوي، شنو اللي هو كان تربطني بعلاقة طيبة يعني، فتسمح لي انه اسأله يعني. قال لي شغلة، قال لي بابا انت منو قال لك المخرج هاي شغلته؟ المخرج شغلته وين يخلي ها كاميرته، المخرج شغلته هاي النود. نكتب على التعليقات نقول يعني ظروف جوية سيئة، عاصفة مو طبيعية ما شايف مثلها بحياتي.